قلب الترابيزه بقى كتير قوي، الصمت العقابي بقى اكتر واكتر. الناس النهارده بقى عندها هوس وفنون ان هي تتصارع عشان تأذي بعض ويلعبوا نفسيا ببعض. عندهم مغامرات كده وهوس مين يكسب ومين اللي نرجسي ومين اللي مش نرجسي. كل ده كلام هري وهبد وكلام مش حقيقي. اللي بيعمل كده ناس ما عندهاش حياه، ما عندهاش هدف، وما عندهاش شخصيه، وما عندهاش كاريزما. اللي يحطك في فكره الالعاب النفسيه انت خرجه بره دايرتك بس، بكل بساطه. اللي انت كنت دايما بتخليه متوقعه منك ما تعملوش. يعني ابعد دايما عن الاعيبه النفسيه بانك ما تدوش الاستجابه اللي هو متوقعها منك. كان متوقع ان انت بتتعصب وبتتحرق من جواك وبتزعل وبتحزن وبتعيط، ما تعملوش. كان متوقع ان انت بتجادل فيه وتعاتب فيه وتفضل تمشي وراه تزن وتلح عشان تبرر وتعاتب، ما تعملوش. ابعد عن اي حد بيتلاعب بيك نفسيا، ما تريحوش. انت لما بتتجاوب معاه انت بتريحه، واحنا مش عايزين نريحه. عشان انت لو ريحته هيفضل يأذيك، لان هو بيتلذذ بالألم بتاعك، بيتلذذ بالألم اللي بيحرقك. هو بيتغذى على المشاعر الحزن والغضب بتاعتك. فانت ليه توصله ان هو يكون مرضي؟ انا مش هخليه مرضي ومش هدخل معاه. والصراع اللي هو بيحطني فيه، مفيش حاجه اسمها ان انا ادخل معاه او ابعد عنه. في حاجه اسمها ان انا اتجاهله خالص تماما. ذات ست